اخطر خطوه في تاريخ طلاب الثانويه العامه. هنتكلم النهارده عن خطوه مهمه جدا، خطوه بيعملها كل الطلاب في الفتره ديت. هنتكلم النهارده عن اهم 8 كليات ممكن تدخلهم لو مجموعك من 75% لحد 50%. بس عايز اقول لك حاجه، ما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. يحب الخير للجميع، يحب الخير لك رب الجميع، فشارك الفيديو ده في كل مكان عشان كله يعرف الكليات المهمة جدا. انا ابراهيم دومة وانت منورني. خش على الفيديو. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. انا ابراهيم دومة من قناه اكاونتنج كورس. باذن الله النهارده انا هكلمك عن حاجه مهمه جدا. لو انت طالب في الثانويه العامه او حد قريبك في الثانويه العامه، فالفيديو ده مهم جدا وشير له الفيديو ده عشان يفهم ويعرف ايه المجال اللي هو يكون كويس فيه ويحبه ويشتغل فيه. بس ما تنساش اللايك بيدعمني. النهارده انا هكلمك عن اهم 8 كليات. المره الجايه لو لقيت فيه تفاعل وفيه شير كتير والفيديو ده مثلا وصل ل 20,000 واحد، باذن الله هكلمك عن اهم المعاهد اللي بتساوي الكليات بالظبط. فما تنساش اللايك بتاعك ده عشان بيحفزني، وتعبت جدا في المعلومات ديت. انا عايز اقول لك حاجه، طبعا تعبنا كتير في الثانويه العامه والواحد طلع عينه وفي الاخر جاب مثلا من 75% ل 65% او 60%. الفئه اللي هم من 75% ل 60% من وجهه نظري دي مش ناس ما ذاكرتش، لا ده بالعكس، ناس ذاكرت، ناس عملت اللي عليها، ناس شافت اللي وراها، ناس تعبت طول السنه بس للاسف حصل ظروف لهم ومعرفوش يكملوا في المذاكره او تعبوا، فبالتالي جاب 75% او 65% وللاسف ما جابش التقدير اللي هو عايزه او ما دخلش الكليه اللي هو عايزها. عايز برضو احكي لكم كده على موقف قبل ما نتكلم عن اهم الكليات. كان في واحد صاحبي كان جايب تقدير يعني 75%. الطالب ده انا بحكي لكم ليه الموقف ده؟ بحكي لك عشان لو انت طالب مجتهد او طالب شاطر وما جبتش مجموع في الثانويه العامه، فانت تقدر تثبت نفسك في اي كليه انت تدخلها. الطالب ده دخل كليه معينه اجتهد فيها وطلع من الاوائل. للاسف والده قال له حول لكليه تانية، حول من الكليه اللي هو كان فيها ديت، دخل كليه تانية خالص وبرضه دخل وطلع من الاوائل، وهو حالا داخل فرقه تانية. يعني ان انت تكون جايب مثلا 75% او 65% او حتى 50% وتخش مجال معين، كليه او معهد، وتجتهد فيها وتطلع من الاوائل، فانت ده الصح، ده اللي انت المفروض تعمله. بس اهم حاجه تحدد الكليه اللي انت هتدخلها من اللي انا هقوله لك ده، تمام؟ بس ما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، والواحد بيتعب، فادعموني دايما. ركز بقى معايا كده عشان هكلمك عن اهم 8 كليات انت ممكن تدخلها، والكليات دي حال المستقبل وتشتغل في اي مكان. بس هقول لك على حاجه قبل ما نتكلم، حاجه لازم تكون عارفها. احنا في السنين اللي قبل كده او دايما متعودين ان في حاجه اسمها كليات اقليميه. الكليات الاقليميه دي زي كليه التمريض، وفي بعض الكليات كانت مثلا طلاب محافظه الغربيه يخشوا بس تمريض في محافظه الغربيه، محدش من طلاب الغربيه ينفع يروح تمريض في دمياط او تمريض في العريش او غير ذلك. فهتلاقي تغيير جدا 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 في التنسيق او في تسجيل الرغبات للمرحله الثانيه بالاخص. فانت في المرحله الثانيه عايزك تركز وتكتب الاولويات بتاعه الكليه او الاولويات الكليه اللي انت هتدخلها عشان ما يرجعش يبوظ لك ويرفضوا كل الرغبات. كان في واحد صاحبي، ده كل المواقف اللي انا احكيها لكم دي حصلت بالفعل، اسمع كويس. كان في واحد صاحبي جايب مجموع قليل شويه، عمل ايه؟ عمال يخش يكتب لي كليه تجاره، كليه زراعه، كليه مش عارف ايه، كان جايب اقل من 60%، وفي الاخر للاسف كل مره يترفض. فانت ليه؟ شوف انت مثلا تقديرك، انا اقول لك الكليه بتاخد مثلا من 65%، فانت هتعرف حالا ايه الكليه المناسبه ليك، ايه الكليه اللي انت ممكن تدخلها، فبلاش تكتب تسجيل رغبات غلط عشان ما يترفض كتير، وده انت اللي هتتاذي في الاخر. عايز برضو اقول لك على حاجه، حوار ان منعوا الاقليمي ده او ان انت ممكن تخش اي كليه في مصر، ده حوار كويس جدا. نتكلم حالا بقى عن اهم 8 كليات انت ممكن تدخلهم ويبقى ليك مستقبل فيهم، وهنتكلم معانا حالا في كليه
ما كانتش متوفرة السنين اللي فاتت وهتتوفر، وفيها هيحصل تغيير جامد. اسمع وافهم. زي ما قلت لك حالا، انت كان في حاجة عندك اسمها كليات اقليمية. الكليات الاقليمية زي كلية تمريض. كلية تمريض في سنتي في عام 2021 كان كلية تمريض بتاخد من كام؟ كانت بتاخد من 75% لحد 61 و62%. يعني انا كنت جايب 76%. كان تمريض واخده من 71% من دمياط والعريش. فانت النهارده ممكن تخش كلية تمريض في اي مكان في مصر، بس للأسف هيحصل تغيير في حاجة. في ايه بقى؟ هيحصل تغيير في تقدير التمريض. التمريض كان زمان بياخد مثلا في العريش او كده من 61%. طبعا الناس النهارده هتخش وتسجل في كليه التمريض، فالتمريض هيبقى متوقع له كده من 75% ل 70%، فانت تقدر تخش كليه تمريض. وطبعا زي ما انتم عارفين كليه التمريض من الكليات المهمه جدا، كليات اللي بيبقى ليها مستقبل وليها افرع كتيره جدا. تختلف كلية التمريض عن معهد التمريض. انا ما انصحش ان انت تخش اي معهد الا لما الكليات كلها تنتهي، بس في بعض المعاهد اللي انا انصحك تخشها وما تخشش كلية قليلة، وهتكلم ده فيديو تاني باذن الله. فما تنساش تحط لايك وتتابعني عشان تعرف كل الحاجات ديت باذن الله. الفترة الجاية ديت خلال 10 ايام الجايين دول هتلاقيني منزل لك فيديوهات كتيرة وهتفهم الدنيا كلها. ما تخسرش فيا اللايك. بص بقى، اول كليه حاليا زمان بقول لك هي كليه التمريض. كليه التمريض هي كليه كويسه جدا من وجهه نظري، وكليه كل الناس بترغب فيها. فانت لو انت مجموعك من 75% ل 70% فحاول تخش كليه التمريض. فكليه التمريض هي هتوفر لك فرصه عمل كبيره، وهتشتغل في اي مستشفى او تشتغل في مستشفى خاصه او تقدر تسافر بيها وتشتغل في اي دوله كويسه جدا. كليه التمريض بالذات للبنات عن الصبيان، ده وجهه نظري. وبرضك هفكرك ان دي توقعات بس بنسبة 85% ل 90%. تاني كلية مهمة جدا، كلية بقى عليها النظر كتير الفترة ديت، وهي كلية هتستغرب جدا لما تسمعها، وهي كلية الزراعة. كلية الزراعة. كلية الزراعة مش معناه ان انت تكون فلاح يا صاحبي، لا. مش معناه ان انت تاخد الفاس وتروح، لا. بص يا صاحبي، كلية الزراعة فيها أقسام كتيرة جدا، فيها 21 قسم. أنا بحثت عن كلية الزراعة لقيت فيها قسم كويس جدا، ندمت إن أنا ما دخلتهاش. يعني في كلية التجارة يعني الحمد لله أنا بحب كلية التجارة بس ندمت إن أنا ما دخلتش كلية الزراعة. ليه؟ فيها قسم بس طالع جديد اسمه بيوتكنولوجي. بيوتكنولوجي ده قسم إيه؟ قسم عامل زي المعمل بالظبط، إن أنت تفتح معمل تحليل التربة. القسم ده بس هو قسم خاص في الكليه، في بعض الكليات بس زي كفر الشيخ. لما جيت ادور لقيت ان قسم بيوتكنولوجي ده، القسم ده اللي هو في كليه الزراعه، لقيته قسم خاص بس في كفر الشيخ او في بعض الكليات اللي هي كويسه جدا. وفي برضه قسم تاني اسمه هندسه زراعيه، ان انت تكون مهندس. هيتقال لك باشمهندس، وانا فعلا يعني قابلت ناس كتيره مهندس زراعي بقول له يا باشمهندس. وكمان في اقسام كتيره زي مثلا انتاج غذائي، او في حاجات كتيره جدا في اقسام الزراعه. ابحث ودور، ولو عايزنا نتكلم في فيديو عن كليه الزراعه اعمل لك فيديو كامل. بس اهم حاجه اتفاعل معايا كده، ولو لقيت فيه تفاعل اكتب لي مثلا ابراهيم يتكلم عن الزراعه، ابحث لك واشوف لك وادور واتكلم مع اصحابي اللي في كليه الزراعه واعرف لك كل التفاصيل واطلع اقولها لك. مش هبخل عليك حاجه، بس ما تبخلش عليا باللايك. طب كلية الزراعة ابراهيم هتاخد من كام؟ كلية الزراعة دايما بتاخد من رينج 75% ل 65%، فانت تقدر تخش كلية الزراعة. زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي يا نسوان. الله 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 الله، ايوه زغرتي يا عم سبحان. وكلية الزراعة فيها انتظام وفيها انتساب. ايه الفرق؟ ما عايز اقول لك برضك على حاجة، لا تفكر ان انتظام حاجة وانتساب حاجة. انتظام وانتساب هو نفس المواد نفس كل حاجه. الفكره ان انتساب مش قادر يخش كليه، فبالتالي بتدفع 200 او 300 جنيه زياده عشان تخش الكليه. هذه الفكره بس. ده الفرق ما بين انتظام وانتساب. وانت ممكن تحول من انتساب لانتظام، بس لما تجيب جيد بتعمل حاجه اسمها تحويل، بتدفع 150 جنيه وبتحول. ده مش شغلنا دلوقتي. لو عايزني برضو اقول الفرق ما بين انتظام وانتساب اكتب في التعليقات. اي حاجه انت عايزها اكتب لي في التعليقات. يبقى تاني كليه مهمه جدا كليه الزراعه. كليه الزراعه فيها اقسام مهمه بس اقسام الخاصه، ولو انت مش هتخش وتذاكر الزراعه مش حاببها ما تخشهاش.
وتالت كليه عندنا مهمه وهي كليه الشعب، كليه الناس بتدخلها. بس هقول لك على حاجه، هم ليه اطلقوا عليها كليه الشعب؟ كليه التجاره فعلا بيتخرج منها عدد مهول. كليه التجاره اللي اتغير اسمها طبعا من كليه تجاره لكليه اعمال، ما عادش اسمها كليه تجاره عشان يعترف بقى دوليا، فغيروا اسمها من كليه تجاره لكليه اعمال. وتجاره اختلفت 180 درجه قبل كده، وفي نظام جديد، وكليه تجاره بقى نظامها كله نظام ساعات معتمده وحوارات كتيره. وباذن الله هتكلم في فيديو خاص فقط عن كليه تجاره. فانت لو طالب بتفكر في تخش كليه تجاره، فهتلاقي في التعليقات جروب كلية تجارة جامعة طنطا، انضم للجروب ده. وبإذن الله هتكلم بالتفصيل عن كلية تجارة، عن الأقسام والنظام فيها وإزاي الامتحانات، وهتكلم الفترة الجاية دي عن كل حاجة فيها. بس عايزك بس إيه تسمع معايا دلوقتي. كلية التجارة هي كلية كويسة جدا، مجالاتها كتير. مجالاتها مثلا تشتغل مثلا محاسب، تشتغل مندوب مبيعات، تشتغل في التسويق، تكون مثلا خبير اقتصادي، فيها حاجات كتيرة جدا، محاسب قانوني، فيها مجالات كتيرة جدا. كلية تجارة فيها مجالات بس عايزة الطالب اللي بيذاكر. لو انت هتخش كلية تجارة ومش هتذاكر ولا ليك اي لازمة ولا هتشتغل. ليه يا ابراهيم بتقول لي كده؟ عشان كلية التجارة بتخرج كل سنة 60,000 طالب. هيشغلوا فين ال 60,000 طالب دول؟ يعني فين؟ مفيش شغل اصلا. يعني قليل جدا لما الطالب يشتغل. الطالب المتميز هو اللي السنه دي بيشتغل. عشان كده انا بقول لك مفيش فرق ما بين ان انت عارف الطب شالوا من عليه التكاليف، العلاج الطبيعي شالوا من عليه التكاليف. فان انت مثلا تخش كليه زي كليه تجاره او زراعه او تمريض، كليه من الكليات الكويسه جدا ديت، وكليه الطب طبعا كويسه. بس الفكره انا بقول لك ايه بقى، ان انت تكون طالب مجتهد في تجاره او في زراعه احسن من 1000 طالب يخش طب ويبقى فاشل ويطلع بتقدير وحش مقبول مثلا او جيد وما يعرفش يشتغل. بتاع تجاره او زراعه او اداب او حقوق او اي كليه او تربيه هيبقى له مستقبل. فانت تشوف الكليه اللي بالنسبه لك كويسه. وعلى فكره كليه التجاره بتاخد من كام؟ من 75% ل 65%. وكمان كليه التجاره فيها انتظام وفيها انتساب، والفرق ما بينهم تدفع 200 جنيه بس. دي تالت كليه عندنا مهمه جدا وهي كليه تجاره، وهنتكلم عنها بالتفصيل. رابع كليه بقى، وكليه يعني انا برشحها للناس اللي مش هتلحق زراعه ولا هتلحق تجاره. انت طبعا اكتب حسب الرغبات اللي انت عايزها. عايز تكون محاسب، عايز تكون تسويق، مبيعات، ليك في التجاره. مش التجاره ان انت تبيع في محل، لا لا، التجاره ان انت يبقى عندك شركه، تاسس شركه، تبقى محاسب. يعني البيزنس ده لو انت ليك في البيزنس فخش تجاره. بتحب بقى شغل الزراعه والعلم والعلوم والكلام ده فخش زراعه. طب لو انا ابراهيم مش حابب الزراعه ولا التجاره، قدامك كليه من كليات القمه اللي انا شايفها وبتاخد من مجموع قليل، وشايف ان هي المفروض ما تاخدش من المجموع ده من 60% او اقل، ممكن تاخد من 59% في بعض المحافظات، وهي كليه الحقوق. كليه الحقوق لو انت طالب جايب 60% فهي متوفره لك، ودي رابع كليه انا ارشحها لكم. كليه الحقوق كانت بتاخد زمان من 95%، كليه من الكليات القمه. كليه الحقوق مش معناه ان انت محامي بس كده وخلاص، لا لا لا. كليه الحقوق ممكن تشتغل في النيابه، شؤون قانونيه في البنك، شؤون قانونيه في الشركات، ممكن تشتغل في مجالات كتيره جدا. بس الفكره ان انت تكون بتحب الحقوق، او انت حابب مجال الحقوق، مجال النيابه، مجال القضاء والكلام ده، فانت بتحبه، فانت تقدر تذاكر فيه وتجتهد فيه. يا كليه الحقوق، كليه الحقوق بتعتمد شويه على الحفظ والتركيز، وان انت تكون عندك بالظبط كده اسم عقر. لو انت عقر خش كليه الحقوق. بس في بعض المجالات انا يعني انا ما بيني بحبها وما بحبهاش. هي كليه قمه بس شغلها وحش في بعض الحاجات، ومش مهم بقى نتكلم عنها. خامس كليه عندنا وهي كليه كويسه جدا جدا جدا، بس لو انت دمك ما بينحرقش، لا عندك صبر طولة بال، تقدر تخش الكليه ديت، ويكون عندك مهاره الشرح. عايز اقول لك برضك على حاجه، لو انت عبقري شاطر جدا مجتهد وما عندكش الملكه ان انت توصل المعلومه للطالب او للشخص اللي قدامك، ما تدخلش كليه تربيه. كليه تربيه او اي كليه فيها تدريس ادخلها لو انت عندك موهبه توصيل المعلومه. عشان انا اعرف ناس كتيره مدرسين كانت على ايامي شاطره جدا، بس للاسف ما عندوش معلومه
يقدر يوصلها للطالب. فبالتالي تلاقي بيروح عنده مثلا كام البرايفت دروس خصوصيه، بيروح عنده 10 20 30 طالب. هو رغم ان هو مجتهد وشاطر ودكتور في الجامعه وبيبقى عنده عدد قليل جدا، بس في مقابل غير كده واحد علمه بسيط بس عنده موهبه ان هو يوصل معلومه للطالب. فلو انت عندك موهبه ديت خش كليه تربيه. وفي تربيه عام، وطبعا التربيه العام بتاخد مثلا بتبقى من 80% ل 75%. في التربيه العام في السنه دي كانت الرينج بتاعها كده. ليه؟ عشان التربيه العام بيبقى عليها اقبال شديد. وتعليم اساسي، التعليم الاساسي بياخد من حاجه بسيطه جدا. تربيه اساسي ديت اللي بيها بتاخد من 70% و65% وممكن تاخد من 60% كمان. وفي تربيه طفوله، ان انت برضو التربيه الطفوله دي كويس جدا للبنات. تربيه الطفوله دي ان انت مثلا تتخرج منه وتشتغل في اي حضانه كي جي 1 كي جي 2 في مدرسه خاصه. اهم حاجه ان انت يكون زي ما بقول لك كده عندك موهبه ان انت توصل معلومه للطالب. وفي تربيه نوعيه، في انواع التربيه كلها كويسه جدا، بس الفكره ان انت تشوف هتقدر توصل معلومه للطالب ولا لا. بس عايز اقول لك برضك على حاجه، لو انت علم علوم فانت لو هتخش تربيه بتتخصص احياء فيزياء كيمياء، اي حسب اعلى ماده عندك. يعني مثلا لو انت جايب اعلى ماده عندك الاحياء يبقى تربيه احياء، ده لو انت تربيه عام. طب لو انا ابراهيم مثلا تربيه اساسي هتخش علوم. لو انت الاحياء عندك عاليه هتخش علوم. طب لو انا ابراهيم علم رياضه، علم رياضه عندك الرياضه عاليه يبقى تخش لي ايه مثلا مدرس رياضه، فاهم؟ ادبي. طب الادبي بقى له اللغات، له العربي، له الانجليزي، له الفرنساوي كده. دي الاولويه في التربيه، ماشي؟ طب ايه يا ابراهيم الكليه اللي بعد تربيه او سادس كليه وصلنا لها؟ قال لك الكليه اللي بعد تربيه وكليه مهمه جدا، وده اللي انا ارشحها لاي طالب مش هيخش تربيه وعنده موهبه ان هو يوصل معلومه للطالب ونفسه كان يخش تربيه، مش هتلحق تربيه تخش كليه اداب. كليه اداب متاخد عنها فكره غلط، متاخد عنها فكره ان الكليه ملهاش لازمه. لا 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 والله بالعكس، كليه اداب كليه كويسه جدا. كليه لو انت اجتهدت فيها هتكون احسن من 1000 طالب دخل كليه تربيه. كليه اداب ممكن تشتغل منها مدرس، ممكن تشتغل منها مترجم، ممكن تشتغل من كليه اداب ديت مثلا تروح اي فندق او اي حاجه وتشتغل فيها مترجم للسياح. كليه الاداب هي كليه كويسه جدا بس للناس اللي بتحب اللغات. يا ابن الحلال مش شاطر في اللغات بلاش تتعب نفسك وتخش كليه وتعاني منها وتكون عايز مثلا ايه تتعب وفي الانجليزي ومش عارف تذاكر فرنساوي وجبت في هنا جيد، في الماده دي جيد جدا، في الماده دي مقبول. ما تخشش كليه انت مش قادر فيها. شوف انت شاطر في ايه، ابعد بقى حوار بقى بالحب ديت. يعني انا حابب ان انا اكون دكتور، لا 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 ما عادش الكلام ده. فكر بعقل وحب الحاجه اللي انت هتقدر تعملها. فكر بعقل، مش حابب ان انا اكون دكتور. كان نفسي اخش، انا كان نفسي اخش طب ودخلت تجاره. ليه بقى؟ لقيت ان كليه تجاره كليه مناسبه ليا، فبالتالي كنت كاتب تجاره. كنت التجاره ديت برضو كانت جالي رغبه كام؟ كانت جالي الحاجه ال 70 71، فاخر رغبه كانت عندي. فانا بقول لك وانت بتكتب تسجيل رغبات ركز واكتب حسب التنسيق بتاعك. طب ايه الكليه يا ابراهيم لو ما لحقتش اداب اخشها؟ في كليه عندنا مهمه برضو يعني شبه الاداب شويه، وهي كليه السياحه والفنادق. سياحه وفنادق انا بقى طباخ؟ لا مش هتبقى طباخ يا صاحبي. كليه السياحه والفنادق دي بتروح تشتغل في اي فندق مرشد سياحي عادي، تترجم للسياح وكده. ودي كليه كويسه جدا وارشحها للناس اللي هي حابه تكون لا في مجال السياحه وبتحب السياحه وبتحب السياح وتحب تتفسح والكلام ده. ده تخش كليه سياحه وفنادق لو انت ما لحقتش اي كليه من الكليات اللي فوق ديت. وفي كليات كتيره جدا طبعا زي كليه مثلا تكنولوجيا ومش عارف ايه، دي بقى بتاخد من 50%. اي كليه فيها تكنولوجيا ادخلها، ده المستقبل. النهارده اتكلمنا عن اهم الكليات وقلت لك اهم النقاط. بس ما تنسانيش في اللايك، شير الفيديو يا صاحبي. الفيديو ده لو وصل لعدد كبير هنزل لك باهم المعاهد. في معهد ممكن بدل ما لحقتش تجاره تخش تجاره، ما لحقتش كليه علوم، في معهد هتخش بيه كليه علوم. معهد بيدخل كليه علوم وقسم مهم جدا فيه. هقول لك عن معاهد مهمه جدا جدا نفس الكليه بالظبط وبتتخرج من المعهد ده بكالوريوس. كان نفسك في هندسه هتخش هندسه، كان نفسك تبقى دكتور هتبقى دكتور، كان نفسك تخش كليه تجاره ومحاسب هتبقى محاسب. بس ده فيديو تاني طبعا عشان ما اطولش عليكم. شكرا لاستماعكم. انا ابراهيم دومه.
وانتم منوريني. وما تنسوش اللايك تحفيز ليا، وشيروا الفيديو في كل مكان. وما تنساش لو انت طالب في كليه تجاره تنضم في الجروب اول التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.